فلسطين أو أرض كنعان، الأرض يلي إلها تاريخ ضخم بيبدأ من الكنعانيين وبينتهي مع الفلسطينيين. أرض حاربت جميع الحضارات واحتلت 52 مرة. أريحة أقدم مدينة في العالم وهي مدينة فلسطينية. العدوان الثلاثي أو حرب 1956 أو أزمة السويس أو حرب السويس، وهي حرب شنتها بريطانيا وفرنسا وإسرائيل على مصر عام 1956، وهي كانت ثاني الحروب العربية الإسرائيلية اللي صارت بعد حرب عام 1948. القصة يا عزيزي بلشت باتفاقية الجلاء عام 1954 مع مفاوضات مصرية بريطانية مع قوات شرسة شعبية للقوات الإنجليزية بالقناة. بدأت علاقة عبد الناصر اللي هو كان رئيس مصر بهذيك الفترة بصورة كويسة مع الدول الغربية، خاصة مع موافقة البنك الدولي مع دعم بريطاني أمريكي على منح مصر قرض لتمويل مشروع السد العالي اللي كان يطمح فيه عبد الناصر انه يعمل طفرة زراعية وصناعية في الدولة. بس بهذيك الفترة كان في مشاكل بين الدول العربية وإسرائيل، وكان في مناوشات عسكرية، وعبد الناصر وقتها أعلن عداوته لإسرائيل ومنع السفن الإسرائيلية أنه تمشي بخليج العقبة وقناة السويس. كمان سكر مضيق تيران على السفن الإسرائيلية. هون إسرائيل قالت أيوه هذا عم يحاصرنا، هذا أكيد وراه شيء يعني. ولما طلب الرئيس عبد الناصر أسلحة من أمريكا وبريطانيا رفضوا، فاضطر عبد الناصر أنه يطلب السلاح من الاتحاد السوفيتي، وفورا الاتحاد السوفيتي وافق. هم وافقوا مو حبا للعرب ولا مصر، بس شكارة بأمريكا، اللي حرفيا كان في حرب باردة بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا. طبعا أمريكا وبريطانيا عصبوا وقرروا يضغطوا على عبد الناصر، فرفض عبد الناصر انه يعمل صلح بينه وبين إسرائيل، وخلاص يعني حط هيك براسه يعني. وقرروا قالوا انه هو بده يحقق مصالحه بطرق ثانية، فسووا البريطانيين والأمريكيين خطة اسمها خطة أوميجا. كان واحدة من أهدافها هو التفريق بين الملك سعود وجمال عبد الناصر، وكمان كان الهدف منها تحجيم نظام عبد الناصر بفرض عقوبات على مصر وحظر المساعدات العسكرية. وطبعا فشلت كل خططهم الفاشلة، فقررت بريطانيا وفرنسا وإسرائيل انه يعملوا خطة لاستخدام القوة العسكرية ضد مصر، سموها بروتوكول سيفرز. هدف بريطانيا انه يشيلوا عبد الناصر لانه عبد الناصر بده قناة السويس اللي مسيطر عليها بريطانيا، وهدف فرنسا انه ينتقموا من عبد الناصر لانه ساند الثورة في الجزائر، وهدف اسرائيل انه تفك الحصار اللي اجاها لسفن الاسرائيلية في مضيق تيران. وهبطت قوات اسرائيلية في عمق سيناء لتبدأ عنا حرب بين مصر واسرائيل الثانية. اتجهوا الاسرائيليين لقناة السويس على اساس انه القناة مهددة. هم اصلا طول عمرهم بيكذبوا عشان يحطوا هدف عشان يفوتوا على الدولة بدون ما يصير لهم شيء. وفي 30 اكتوبر اصدرت بريطانيا وفرنسا انذار بوقف القتال، وطلبوا من الطرفين انه يسحبوا 10 كيلومترات عن القناة. بس اعلنت مصر بدور رفضها احتلال قناة السويس. وفي اليوم اللي بعده 31 اكتوبر هاجموا الدولتين وبدأوا غاراتهم على القاهرة والقناة والاسكندرية، وبدأ الغزو البريطاني الفرنسي على مصر من مدينة بورسعيد بالطائرات والقوات البحرية. في 2 نوفمبر يعني بعد شيء تقريبا 4 أيام طلعت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار بوقف القتال. وفي 3 نوفمبر وجه الاتحاد السوفيتي انذار لبريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وبسبب هذا الضغط وقفوا بريطانيا وفرنسا. وب 7 نوفمبر قبلوا الدولتين بوقف إطلاق نار، وبعدها دخلوا قوات طوارئ دولية تابعة للأمم المتحدة. وفي 19 ديسمبر نزلوا العلم البريطاني من فوق مبنى هيئة قناة السويس ببورسعيد، وبعدها انسحبوا القوات الفرنسية والبريطانية من بورسعيد في 22 ديسمبر. وفي 23 ديسمبر رجعت قناة السويس وبورسعيد لحضنها مصر، وهو التاريخ اللي صار بمحافظة بورسعيد عيد قومي سموه عيد النصر. حرب 1967 أو بالأحرى حرب النكبة، وهي الحرب يلي العرب مو أكلوا كندرة، أكلوا 100 كندرة. هاي الحرب يلي العرب خسروا فيها الضفة الغربية، قطاع غزة، سيناء والجولان. هاي الحرب يلي خلت العرب مسخرة عند الإسرائيليين. حرب دامت 6 أيام بخسارة شنيعة جدا للعرب، وهي حرب أدت لمقتل من 18 ل 25 ألف جندي عربي مقابل 800 جندي إسرائيلي. هاي الحرب دمرت 80% من العتاد العربي مثل الدبابات والصواريخ والطيارات، مقابل بس 5% من عتاد إسرائيل. يعني من الآخر معلم، هاي الحرب طلعتنا مسخرة ليومنا هذا. يعني فعليا العرب هيك جبت مساحة ومسحت فيهم الأراضي. الحرب يلي أدت لهجرة معظم سكان مدن السويس، وكمان تهجير معظم مدنيين في محافظة القنيطرة
في سوريا، وتهجير عشرات الآلاف من الفلسطينيين من الضفة الغربية، ومحي قرى كاملة فلسطينية، واحتلال القدس الشرقية وفتح الاستيطان فيها. والمشكلة إنه الحرب للآن ما خلصت، بل إسرائيل ليومنا هذا عم تحتل الضفة الغربية، وهي حرفيا مسيطرة على الضفة الغربية، والفلسطينيين ما بيقدروا يعملوا ولا شيء. والحرب كمان أدت لاحتلال الجولان وسيناء، بس سيناء تحررت ولكن الجولان لا للأسف. وما ننسى فصل الضفة الغربية عن السيادة الأردنية. نعم، كانت أردن مسيطرة على الضفة الغربية. فاللي ما بيعرف، في عام 1950 الضفة الغربية صارت تابعة للأردن، وصارت حرفيا في حروب كبيرة بين الأردنيين والإسرائيليين، لين ما صارت معركة اسمها معركة الكرامة. تدخل القوات الإسرائيلية لبلدة أردنية اسمها بلدة الكرامة ب3 جبهات برية. أولا جسر دامية، وثانيا جسر الملك حسين، وثالثا جسر الملك عبد الله. دخلوا بهدف قتل جنود منظمة التحرير الفلسطينية اللي كانوا عايشين بهذيك البلدة اللي كانت حرفيا قريبة على الضفة الغربية. ولكن الأردنيين كانوا أقوى من هيك، لدرجة بعد 16 ساعة انسحب الجيش الإسرائيلي وعمل ضرر خفيف للبلدة، لأنه بلدة الكرامة هي على مرتفع قليل، كل اللي حواليها هي حرفيا جبال. فاصلا الجيش الاسرائيلي كان مكشوف من الجيش الاردني، اللي حرفيا اسرائيل طلبت وقف اطلاق نار. وبعد ما إسرائيل احتلت الجولان، وقت الإسرائيليين حسوا بقوة قالوا يا أخي ليش ما نروح على دمشق نحتل سوريا كلها من الآخر، لأنه حرفيا شافوا إنه الجيش العربي السوري ضعيف جدا. والله بقولكم العرب انمسحوا فيهم الأراضي، وتحديدا السوريين. وبنفس السنة في 14 مايو عام 1967 بمناسبة الذكرى 19 لتأسيس دولة الاحتلال، سوى الجيش عرض عسكري في القدس بخلف القرارات الدولية اللي بتنص إنه القدس منطقة منزوعة السلاح. بس من جهتها كانت مصر وسوريا بيتجهوا لاتخاذ خطوات تصعيدية، فرجعوا اتفاقية الدفاع المشترك بين البلدين. يس، كان في بينهم اتفاقية دفاع مشترك، يعني إذا إسرائيل هجمت على مصر فسوريا بتدافع، وإذا إسرائيل هجمت على سوريا فمصر تروح بتدافع على سوريا، وهكذا. فعموما توتر العلاقات بين دولة الاحتلال والدول العربية فبترجع لأواخر 1966 لما وقعت عدة اشتباكات في الجولان والأردن مع الجيش الإسرائيلي، لما هجمت إسرائيل على طبرية وبلدة السموع. بلدة السموع تعتبر أكبر عملية، وكمان شهدت بداية 1967 اشتباكات متقطعة بالمدفعيات بين الجيش السوري والجيش الإسرائيلي، مع تسلل قوات فلسطينية لداخل الجليل ووحدات إسرائيلية لداخل الجولان. وأكبر هاي الاشتباكات كانت في 7 أبريل لما أسقطت إسرائيل 6 طيارات سورية من طراز ميج 21. هاي الطيارة لحالها قصة حكاية، لأنه إجا الاتحاد السوفيتي بهذيك الفترة أعطى مصر والعراق وسوريا طيارة ميج 21 اللي إسرائيل كانت حاطة عينها عليها، لأن الطيارة بزمانها كانت خارقة جدا جدا جدا. طبعا أعيد وأكرر، الاتحاد السوفيتي ما عطى الطيارة حبا بالعرب، بل نكاية بإسرائيل وأمريكا. بس وقت الحكومة السورية والحكومة المصرية كانوا حرفيا بيتفقوا إنه بدهم يبلشوا حرب فعلية، وبعد كم يوم أعلنت مصر وسوريا إنهم مستعدين للحرب وكل شيء عندهم جاهز. بس الملك حسين ملك الأردن ما كان كتير مطمن، كان حاسس انه الجنود العربية ضعيفة وانه ابدا مو مستعدين للحرب. ونعم، كان احساسه صحيح، لانه الحرب استمرت فقط ل6 ايام بهزيمة شنيعة جدا للعرب. دخلنا المعركة في حزيران واحنا مش مرتاحين الحقيقة للنتائج. دخلناها قبل 1.5 سنة من الوقت اللي كان مفروض فيه انه تتكامل قوة العرب ويكون هناك توازن، وبسببها قرر الرئيس جمال عبد الناصر انه يتنحى عن السلطة. ولقد اتخذت قرارا اريدكم جميعا ان تساعدوني عليه. لقد قررت ان اتنحى تماما. ولكن الشعب المصري رفض لين ما رجع الرئيس على السلطة، لانه فعليا كان محبوب لملايين المصريين. بس للأسف اتوفى عام 1970 بأزمة قلبية، واجا مكانه واحد مصري بملامح سودانية اسمه محمد أنور السادات. ولكن هذا الشخص هو السبب انه سيناء اليوم تابعة لمصر. عشان تعرفوا القصة اضغطوا زر اللايك والاشتراك وضيفوني بكل مواقع التواصل الاجتماعي، لان هلا راح احكي لكم عن حرب اكتوبر 1973.
حرب اكتوبر او حرب العاشر من رمضان او حرب يوم الغفران، سموها اللي بدكم اياه. وهي حرب سوتها مصر وسوريا بنفس الوقت ضد اسرائيل، وهي رابع واخر الحروب العربيه الاسرائيليه. بدأت الحرب في يوم 6 اكتوبر عام 1973 اللي موافق بوقتها 10 رمضان بتنسيق هجومين متفاجئين ومتزامنين على القوات الاسرائيليه، الجيش المصري على جبهه سيناء المحتله والجيش السوري على هضبه الجولان المحتله. وساهمت في الحرب بعض الدول العربيه بالمساعدات سواء بالدعم الاقتصادي او الدعم العسكري. عندنا مثلا السعوديه يلي قطعت النفط عن كل دوله بتدعم اسرائيل، يلي حرفيا خلت الامريكان يرجعوا 100 سنه لورا ويركبوا الخيول. لما بدا الهجوم حققت القوات السوريه والمصريه اهدافها، وكان في انجازات في الايام الاولى للحرب. فعبرت القوات المصريه قناه السويس ودمروا خط بارليف. طبعا اللي ما بيعرف خط بارليف فهو خط عملته اسرائيل عشان ما حد يقدر يهجم او يتقدم، لانه محصن بشكل مو طبيعي. حرفيا قالوا وقتها مخابرات الاتحاد السوفيتي انه هذا الحصن بده قنبله نوويه ليتدمر، بس المصريين طلعوا اذكى من هيك، فحرفيا بانبوب مي كبير قدروا يجتاحوه. بما انه هو خط ترابي يعني، فعلى طول بترش عليه المي بينهار التراب وبتفوت. طبعا بالبداية تقدمت القوات المصرية 12 كيلو متر لقدام، لأنه هذا الحد الأطلاق تبع المدفعيات والدبابات. وكمان قدرت القوات السورية أنها تدخل لعمق هضبة الجولان، ووصلوا لسهل الحولة وبحيرة طبرية. بس للأسف بنهاية الحرب قدر الجيش الإسرائيلي أنه يعمل إنجازات خفيفة شوي. مثلا على الجبهة السورية قدروا يرجعوا هضبة الجولان من الجيش السوري. طبعا دخلت أمريكا والاتحاد السوفيتي لتعويض خسائر الأطراف المتحاربة، أمريكا مع إسرائيل والاتحاد السوفيتي مع العرب. انتهت الحرب رسميا ب 24 أكتوبر، اللي الحرب اللي استمرت ل 18 يوم بس، خلال اتفاقية وقف إطلاق نار بين الطرفين العربي والإسرائيلي. حقق الجيش المصري هدفه بعبور خط بارليف وعبور كمان قناة السويس، واتخذ أوضاع دفاعية. وكمان القوات الإسرائيلية عجزت عن السيطرة على مدينة السويس ومدينة الإسماعيلية غرب القناة. وطبعا بعدها ب6 سنوات، تحديدا ب 26 مارس عام 1979، يوقع محمد أنور السادات رئيس مصر السابق على معاهدة سلام مع إسرائيل. اللي بيقول لي معاهدة سلام؟ اي هدول مو على اساس اعدائنا؟ كيف معاهدة سلام؟ والله يا جماعة بالسياسة ما في شيء اسمه امان، ممكن هو عدوك ولكن بالسياسة صاحبك. وقع معاهدة سلام عشان ما يصير بالمستقبل حروب بين مصر واسرائيل واثنينهم ياكلوا هوا، ومصر يصير لها مشاكل اقتصادية وكذا، عشان كمان ترجع شبه جزيرة سيناء لمصر. وبعدها عام 1982 رجعت قناة السويس لمصر، ولكن الطرف السوري للأسف فهضبة الجولان ليومنا هذا محتله. محمد أنور السادات اللي لما رجع شبه جزيرة سيناء لمصر كان محبوب شعبيا بشكل خلاص صار هذا هيك إلا شوي يعتبر إمبراطور. كان له حب شعبي مو بس عند المصريين، عند كل العرب. ولكن بعد الاتفاقية اللي سواها مع إسرائيل، اتفاقية معاهدة السلام عام 1979، تغير الوضع 180 درجة. صار من أكثر شخص محبوب بالبشرية لأسوأ شخص وأكره شخص. صار مكروه لدرجة مو بس من الشعب، حتى من الجيش نفسه. ففي عام 1981 في 6 أكتوبر في احتفالات يوم النصر اللي لما فازت مصر على إسرائيل، كان الرئيس أنور السادات قاعد وهيك عم يحتفل ومبسوط من الفوز العظيم، وكانوا الحاضرين مستمتعين بالعرض وكان كل شيء طبيعي. يوقف قناص اسمه حسين عباس أطلق دفعة من الطلقات باتجاه الرئيس، أصابت رقبة الرئيس اللي أدت لوفاته فورا. طبعا ب7 أكتوبر صار شيء بيصدمني وبيصدمك يا عزيزي المتابع، اللي حرفيا ما في ولا واحد مني ولا منك ولا أي حدا اتوقعه، وهي هجوم المقاومة الفلسطينية وهي حماس على الاحتلال الإسرائيلي، الهجوم الأقوى بتاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وبعد يومين من الهجوم فرضت إسرائيل حصار كامل على غزة. هذا الحصار أدى لانقطاع الغذاء والمي والكهرباء والإنترنت والدواء، كل متطلبات الحياة اللي بيحتاجها إنسان عشان يعيش. ومع هيك تستمر إسرائيل بقصف القطاع والمدنيين الأبرياء، النساء والأطفال والرجال، الأطفال اللي ممكن ما بيعرفوا شو القصة أساسا. فالأشياء اللي بنشوفها اليوم في غزة بتدل أنه الاحتلال الإسرائيلي هو عبارة عن قومة من القذارة والعنصرية والجرائم. قصف المدارس والجامعات والمستشفيات والبيوت، حتى المساجد والكنائس، حتى المسيحيين ما سلموا. كنيسة الروم الأرثوذكس، كنيسة القديس بارفيريوس هي المستهدفة.
تجمع المسيحيين كنيسة ورا 2000 سنة اليهود نزلوها، لا فيها سلاح ولا فيها أي شيء ولا فيها أي شيء، ناس مسكين وأطفال ومش ملاقيينهم، فوق ال 500 واحد مش ملاقيينهم. وعلى فكرة 99.3% من سكان قطاع غزة هم مسلمين، وفقط 0.7% مسيحيين. يعني في قطاع غزة حرفيا 1000 مسيحي بس. وللأسف لغاية تصوير هذا المقطع في أكثر من 15,000 فلسطيني استشهد، منهم الكثير من الأطفال والنساء. وكمان لا ننسى كذب السوشيال ميديا، وهدفهم الوحيد انه يطلعوا هم على حق ونحن على باطن، وبيحاولوا يلعبوا على عقول الغرب اللي هم ما بيعرفوا شو القصة، وبيعملوا حسابات ذباب الكتروني باسم فلسطيني بيجوا بيسبوا فيه السعودية مثلا. هذا الشيء اللي للأسف بيخلي السعوديين يعصبوا وبيخلوا الفلسطينيين يعصبوا على السعوديين، وبتصير للأسف في فتنة بين العرب، وغير الجرائم اللي للآن ما بنعرف عنها شيء من الاحتلال الإسرائيلي. وعلى فكرة كل تقدمات حماس اللي أخذوا فيها الأراضي اللي كانت متفق موقعة بين الطرفين لخريطة فلسطين عام 1967، يعني حماس قدمت الأراضي اللي هي إلها أساسا بالقانون الدولي. حماس ما راحت لمناطق الصهاينة الإسرائيليين، راحت فقط للمناطق المتفقة دوليا أنه هي مناطق فلسطينية باتفاق دولي. ولكن للأسف الغرب ملعوب بعقلهم، وطلعين للأسف أنه حماس إرهاب. يعني معقول واحد بده يرجع أرضه هو إرهابي؟ ومعقول تسمي بشر هم ما لهم أي ذنب بحيوانات بشرية؟ نحن نلخمين بخيوط دم. ومعقول شعب عايش بحصار كامل لمدة 17 سنة بده يضل ساكت ليومنا هذا؟ فانك تتخيل اكثر من 2.3 مليون فلسطيني عايش على ارض مساحتها 365 كيلومتر مربع بس. هي لحالها ما بتدخل العقل. اذا البحرين اللي اكثر الناس بتمسخروا عليها بس لانه هي حجمها صغيرة، فقطاع غزة هو نصف حجم البحرين. لتكون قطاع غزة من أكثر الأماكن اللي فيها كثافة سكانية بالعالم. أساسا من قبل الأحداث أهل القطاع بيعيشوا للأسف بظروف صعبة، فالقطاع كان ولا زال محاصر ومراقب من إسرائيل. حتى كل شيء من متطلبات الحياة اللي بيحتاجها المواطن الفلسطيني لازم يعرف عنه كل شيء الاحتلال الإسرائيلي قبل ما تفوت على قطاع غزة. حتى البحر، إذا بدك تحاول تهرب من قطاع غزة بالبحر راح تلاقي قدامك سفينة حربية إسرائيلية فورا حتشيلك. أما شو أحكي لكم عن الجو؟ تخيل كل يوم تسمع هذا الصوت، ما بتقدر تتخيل صح؟ فهذا الصوت يلي معظم سكان غزة بطول حياتهم بيسمعوه. هذا الصوت جاي من طيارة اسمها طيارة الزنانة، وهي طيارة استطلاع إسرائيلية مزعجة جدا 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 جدا. غير انه إسرائيل مطلع قرار انه اي يهودي عايش بأي بقعة في الكرة الأرضية، ان شاء الله عايش بغابات الأمازون، بيقدر يجي على إسرائيل وبياخد فورا الجنسية، بياخد بيت، بياخد سيارة، بياخد فلوس، بياخد كل شيء. فالمواطن الفلسطيني عكس هيك تماما. مواطن عنده جواز السلطة الفلسطينية يلي مو معترف دوليا، مواطن عنده وثيقة مصرية ولبنانية وسورية، مواطن عنده جواز سفر أردني مؤقت يلي ما بيقدر يفوت غير على هدول الدول، مواطن عايش بالضفة الغربية وعنده بطاقة زرقاء وصفراء وخضراء وحمراء، مواطن محبوس بين جزئين متبقيين بدولته. حتى مخابز الخبز عشان الناس ياكلوا خبز قصفتها إسرائيل. انت يا عزيزي المتابع بس بهاللحظة تخيل انك بقطاع غزة وفجأة تطلع لفوقك بتلاقي منشورات من الجيش الإسرائيلي بتقولك روح على جنوب القطاع لأنه هنيك أأمن. ولكن وانت رايح على جنوب القطاع ما إلا بتشوف قصف على الطريق اللي انت رايح منه. هذا اللي فعلا عم يصير. فإسرائيل عم تعمل إبادة جماعية في الفلسطينيين. كل متر في قطاع غزة تعرض للقصف. بس إذا عملت حالك ذكي ورحت على معبر رفح اللي على حدود مصر فلا تفكر حالك بأمان، لأنه حتى هناك قصفوا. هدف الاحتلال أنه يهجر الفلسطينيين من قطاع غزة لمصر عشان تقدر إسرائيل تحتل غزة ويبنوا مكانها مستوطنات إسرائيلية، وبعدها يعملوا نفس الشيء في الضفة الغربية ويودوا الفلسطينيين للأردن. بس طبعا الأردن ومصر رافضين الفكرة تماما عشان ما تنتهي القضية الفلسطينية، لأنه لو راحت الضفة والقطاع فعليا حيكون الفلسطينيين بدون أرض. واللي بيعمل لي حاله ذكي وبيقول طيب حماس هي اللي بدت ب7 أكتوبر، فهون رح تكتشف يا عزيزي المتابع انك عم تتفرج المسلسل بالجزء 77. بس ما بتقدر تنكر كل اللي حكيته بالفيديو اللي انت وصلت لنهايته. ما بتقدر تنكر انه اسرائيل قصفت مطار غزة الوحيد اللي كان امل للفلسطينيين وقتها. ما بتقدر تنكر انه القضية كلها بدت عام 1876. كان معكم سامح، اتمنى تنشروا هذا الفيديو لعند احبابكم واصحابكم واخوانكم.
خليه ينتشر ويوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. واذا ما شفتوا الجزء الاول والثاني فراح تقدروا تشوفوه هون او هون، وراح احط طبعا الاشعارات والفيديوهات. هالمقطع ضليت عم اكتب فيه لفتره طويله جدا، وضليت عم صور فيه حرفيا صار لي اسبوع. فضغطك لزر اللايك والسبسكرايب وتفعيلك لجرس التنبيهات ونشرك لهذا الفيديو كثير 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 حيفيدني. وكمان ضيفوني بكل مواقع التواصل الاجتماعي مثل الانستغرام والتيك توك والسناب، بنزل هنيك كثير اشياء حلوه، كلهم راح تلاقوهم تحت في البايو. وبس، ونشوفكم، مع السلامه.